علشان نعومة شعرك تكون بالشكل ده، الموضوع بسيط جدا وسهل. مش محتاج بقى منتجات غالية ولا كريمات ولا تروحي تعملي في الصالون ده او في الكوافير ده، لا خالص. هقولك على شوية حاجات ونصايح وتركات ووصفتين حلوين قوي هتستخدميهم على شعرك اللي كله جفاف وتقصيف، وهتلاحظي نعومة وفرق من الاستخدام الاول. اول وصفه معايا، بس انا عايزاكم الاول تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيب معلقه كبيره من المايونيز، مش لازم تجيبي البرطمان لانه غالي حقيقي. لو انت عايزه تجيبي حاجه اقل شويه وتوفر معاكي، جيبي كيسين، اللي هما الكيس بيكون في حوالي 5 جنيه، بيكون مليان وممكن تستخدميه يكفي شعرك كله مهما كان طويل. هتضيفي عليه بقى معلقه كده من النشا. من اكتر الحاجات اللي بتنعم الشعر يا بنات هو النشا، بس مظلوم شوية، يمكن ده مش حاجة معروفة في التجميل. النشا بيدي لمعة للشعر وبيدي علاج للتقصيف وبيدي طراوة ورطوبة تجنن. قلبي بقى المايونيز مع النشا كويس، وعايزين نرطب اكتر بقى، فعشان كده هنضيف معلقة العسل الابيض الكبيرة. هتجيبي معلقة عسل وتضيفيها وتقلبي مع معلقة كمان من زيت جوز الهند. ويمكن ده اكتر زيت قريب لقلبي، لانه مش بيدي الملمس الدهني القوي وفي نفس الوقت بيدي ترطيب. ممكن شعرك ما يكونش بيمشي مع زيت جوز الهند، فممكن تضيفي بديل. لو شعرك بيحب اكتر زيت الزيتون، لو شعرك بيحب اكتر زيت الجوجوبا، لو شعرك بيحب اكتر زيت الخروع، ممكن تضيفي الاضافات دي، مفيش منهم اي مشكلة خالص. بس كده، ده كده وصفة التنعيم الشعر، بجد من اكتر الوصفات الفعالة، جربيها. ولو انتي عايزة وصفة تبدلي معاها مع الوصفة دي، هتجيبي معلقة من كبيرة او معلقتين كبار من زيت جوز الهند، ومعلقة صغيرة من زيت الخروع، معلقة عسل كبيرة، وكبسولة من فيتامين اي. اختياري ممكن تضيفي معلقتين من جل الصبار، بيرطب الشعر جدا. وكل ما الشعر بقى ترطيبه عالي، هيديكي شكل وملمس حلو قوي، وهيقلل التقصيف مع الوقت. تعالوا بقى اقول لكم كده على شوية حاجات عشان تقدري تحافظي على النتيجة اللي انتي هتوصلي لها مع الماسك ده. بس اهم حاجة انك انتي تحطيه على شعرك من ساعة ساعتين، وتلبسي بونيه بلاستيك او استرتش حتى لفي شعرك، وبعدين اغسليه بشامبو خفيف ورطبيه. الفرشه دي بقى من الحاجات اللي ممكن تكوني بتستخدميها غلط. حطي شامبو على الفروه بس ودلكيها بحركات دائريه، من الحاجات الجميله في انها بتنشط الدوره الدمويه. تعالوا بقى ننهي الفيديو بشويه نصايح هتفيدك جدا. البلسم يا ريت يا ريت ما تحطيهوش على الشعر بالكامل، يعني من فوق لتحت، لا حطيه على الاطراف فقط لا غير، لان ده هيضر شعرك مش هينفعه. لما تيجي تنامي، نامي على اكياس، او اكياس المخدة تكون ستان، بلاش الاكياس التانية او الانواع التانية، على ان ده بيسحب الرطوبة من الشعر. اكياس الستان من الحاجات اللي بتحافظ على ترطيب الشعر فترة طويلة. سرحي شعرك بمشط يكون خشب وتكون سنونه